اكتر حاجه بتتعمل غلط لما حد بيجي يعمل حمله اعلانيه من خلال الادز مانجر، بيكتفي باعلان واحد بس، بصيغه واحده بس. يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان هو بيعمل صوره ثابته وخلاها موجوده وصرف عليها اعلانات وخلاص على كده. لا، انت لازم بتخش جوه الحمله الاعلانيه وتنوع في الادز بتاعتك او في الاعلانات بتاعتك. معنى كده ايه؟ يعني معناها ان انت بتعمل مره بتجرب في الاعلان بتاعك، مره بتجرب صوره ثابته، مره بتجرب ريل، مره بتجرب دارك بوست. الدارك بوست ده هنتكلم عليه لان الموضوع يعني متشعب وكبير شويه. هقول لكم امتى بنعمل الدارك بوست ده وايه فايدته وليه بنلجا له اصلا ان احنا نعمله. يبقى ان احنا هوريكم دلوقتي على الشاشه ازاي نعمل كذا اعلان عشان كل بني ادم بيحب حاجه، او كل عميل زي ما احنا بنقول كده بيحب حاجه. يعني في عميل بيحب الصوره الثابته، بينبهر بالديزاين، في حد تاني بينبهر بالريلز او الفيديوهات. اعلان الدارك بوست برضو بيعمل نتائج قويه جدا. فانت بتدفع فلوس، ما تكونش بتدفع فلوس على الفاضي. طيب تعالوا بقى نبص كده على الشاشه ازاي بنعمل كذا اعلان. اوريكم تجربه عمليه دلوقتي. هنروح دلوقتي على الشاشة ونشوف، هنخش نعمل كذا صيغة للإعلان. بعد ما حضرتك دخلت على الادز مانجر دلوقتي، ونفترض إن إحنا هنعمل الحملة الإعلانية اللي هي انجيجمنت دي، اللي هي التفاعل. تمام، هنخش فيها دلوقتي. بعد ما هنخش فيها هيظهر لي الويندو دي الويندو الكبيرة اللي هي بتاعة الحملة الإعلانية. طيب، في اقصى الشمال اول حاجه دي اللي هي الايه الكامبين، اللي هو شكل فولدر كده. دي اللي هي بنسميها او احنا بنشبهها بالجده، ودي الابنه ودي الحفيد زي ما احنا بنقولها كده بطريقه بسيطه. يبقى دي كده الحمله الاعلانيه، دي المجموعه الاعلانيه، دي الاعلان. التركايه بقى اللي احنا بنقولها هنا للناس، ان انت لما تيجي تعمل اللي هي الاد دي، لما تيجي تعمل الاعلان لازم يكون في 3 صيغ للاعلان. مره تجرب صوره، مره تجرب فيديو او ريل، مره نعمله دارك بوست عشان تكون بتصرف فلوسك في الصح. وبعد كده لما بتشوف الموضوع ماشي ازاي وايه اللي بيحقق معاك نتائج اكتر وتفاعل اكتر ومنها عليها مبيعات اكتر، فانت بتبتدي تفضل ثابت على الحمله على الاعلان بتاعك ده، وتوقف بقيه الاعلانات اللي ما بتجيبلكش اي حاجه. طيب هنبص كده. طيب انا من الحته دي دخلت وعملت صوره، يعني عملت ديزاين، وبعد الديزاينر عمل لي ديزاين، وبعد كده بحط في الحمله الاعلانيه الصوره موجوده على الصفحه مثلا. وعملت بوست. لو انا عايز بقى كده خلصت الصوره، عايز بقى اعمل نسخه تانية واحط فيها ريل، مره ريل. يبقى انا باجي عند ال3 نقط دول اللي هم في الاعلان، واروح عامل كده، واروح عامل كويكلي دوبليكيت. كده هيعمل لي نسخه تانية من الاعلان. بس انا طبعا عشان عامل درافت كده، مش عامل حمله اعلانيه حقيقيه، فهو مش ظاهر لي اي حاجه. يبقى انا هدوس من هنا، هدوس كويكلي دوبليكيت، ومن جواه بدل ما انا عملت بوست كده هنا في الحته دي، بختار بدل ما هو يقول لي هتختار ديزاين صوره، لا انا هقول له انا هختار ديزاين فيديو او الريل بتاعي. تمام، وبكده اكون انا اخترت مره صوره ومره فيديو، وممكن كمان مره اجي عند الدارك بوست ده اللي هو الاد سيت اب ده، واروح جايب كرييت اد. ده الدارك بوست اللي احنا هنتكلم فيه بعد كده، وايه وظيفته وليه بعمله اصلا. ده موضوع مختلف ويطول شرح. بصوا على ثلاث نقط اللي تحت بعض دول، عشان دول مهمين وهنكملهم بعد كده في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. شكرا.